دخول الجيش العربي السوري إلى بعض المناطق التي روعت المجموعات الإرهابية أهلها ونصبه الحواجز في بعض المناطق الأخرى واجه هجوما عنيفا من إعلام التحريض الذي حاول زرع الشقاق بين الجيش والقوى الأمنية وأبناء البلد، وفاته أن السوريين أينما كان موقعهم هدفهم واحد هو حماية استقرار وأمان بلدهم. غالي غالي يا وطني الغالي مزمر خضرك بالنار، وعالي عالي يا جبين العالي مكلل بسي. مع أنها مشهد جديد لم يألفه السوريون من قبل، إلا أن نقاط التفتيش المنتشرة في بعض المناطق إجراء طالب به أبناء البلد حتى يظل المواطن والجيش والأمن في خندق واحد ضد من يحاول العبث بنعمة الأمن التي تفاخر بها سوريا. أنا فلسطيني جاي من فلسطين الجريحة، أنا ببلد سوريا الأسهل، واللي بده يجي يعمل شيء بهالبلد دمنا وفلسطين والأرض كلها فداء. لكو أحيي هالشباب كلياتهم. الله ينصر دكتور بشار وينصر الجيش مالتنا مال سوريا ويعطيهم العافية. أنا بحب بلدي سوريا وبحب الرئيس بشار الأسد كثير، الله يحمي الجيش مثل ما عم يحمينا. أنا لما بشوف الجيش بحس بالأمان. وتقديرا لجيشنا العربي السوري الذي يحمي تراب هذا الوطن الغالي، قدم مجموعة من الأطفال الزهور، بينما أبت هذه الطفلة التي لا تستطيع المشي على أقدامها إلا وأن تهدي أحد عناصر الجيش القرآن الكريم لحمايته من استهداف الغادرين والمتربصين. نحن حسينا بالأمان لما جبنا هالجيش، صرنا نطلع وننزل عادي. هلا أنا أخذ بنتي أخذ عائلتي، امبارح نزلت من المليحة الساعة 12 بالليل ومالي خايفة. الله يحميهم هدول الجيوش. أنا بدي أقول للشيخ القرضاوي لما قال وماله، بس بدي أقول لك إذا صح التعبير إنه أنا بقول شيخ، بس ما في لبق إقول لك يا إنه اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. لما طلعت قلتها فجرت الدنيا، مو عرفان شو سويت. هي طمأنينة عادت لحياة السوريين فيما كان البعض يحاول أن ينزعها منهم. لن تنجح عين من فقدوا البصر والبصيرة في فبركة هدف وجود حواجز الجيش وتدعي أنها لقمع الناس، فالحقيقة خرجت من فم أبناء الشارع السوري الذي أعادت هذه الحواجز الأمن والاستقرار لحياته. إلين دحدة لتلفزيون الدنيا، دمشق.